سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم بأزكى تحية وأطيب سلام من ساحة عمالة المضيق، حيث يترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله حفل استقبال بمناسبة عيد العرش المجيد الذي يصادف هذه السنة الذكرى 25 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين، وحفل بهيج يتقبل خلاله العاهل الكريم التهاني بالمناسبة الوطنية الغالية. هي مناسبة مجيدة الحديث عنها حديث عن قرون من التاريخ الحافل بالبطولات والأمجاد، الناطق بعظمة الأجداد والأحفاد، وعلى مدى عقود طويلة وسنون عديدة ظل العرش على الدوام رمز السيادة والاستقرار وعنوان الوحدة والبناء. هي ذكرى تحمل أبعادا تاريخية لتلك العلاقة القائمة بين العرش والشعب في رباط مكين من الثقة المتبادلة المبنية على المحبة والتعلق في سبيل عزة الوطن. الروابط المتينة بين العرش والشعب نتاج مسيرة حافلة بالملاحم والتضحيات التي مهدت لقيام صرح مغرب الحداثة والانفتاح والتقدم بجميع مظاهره السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. واحتفالات عيد العرش المجيد ليست إلا تعبيراً عن حب الأوطان ونسيجاً للوحدة التامة وتجسيداً للإجماع حول رمز الأمة ورائد مسيرتها والضامن لمقدساتها والراعي الأمين لشعبها. وما البهجة المنبعثة عن الروح الوطنية إلا تعبيراً عن التأييد المطلق الذي تتجسد بواسطة قوة الأمة وإرادتها الفاعلة وجوهر تماسكها وانسجامها. ذكرى عيد العرش مناسبة وطنية مجيدة. نعم سيدي أعزك الله، بهذه المناسبة السعيدة يتقدم للسلام على جلالتكم نصركم الله شخصيات مغربية مدنية وعسكرية: السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، السيد رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، السيد النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين، السيد محمد عبد النبوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأول لمحكمة النقد، السيد الحسن الداكي رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد، السيد محمد أمين بن عبد الله رئيس المحكمة الدستورية، السيدة زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، السيد أحمد رضا الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، السيد محمد يسف الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، السيد الحبيب المالكي رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي،
السيدة آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان. السيد محمد بن عليلو وسيط المملكة. السيدة لطيفة أخرباش رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. السيد أحمد رحو رئيس مجلس المنافسة. السيد محمد بشير الراشدي رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. السيد خلي هنا ولد الرشيد رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية. السيد يونس التازي والي جهة تطوان طنجة الحسيمة. السيد عمر مرو رئيس مجلس الجهة. الفريق أول محمد بريد المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية. الفريق أول محمد حرمو قائد الدرك الملكي. الفريق الجوي محمد كديح مفتش القوات الملكية الجوية. اللواء البحري محمد الطحيل مفتش البحرية الملكية. العميد عز الدين خالد رئيس المكتب الثالث. اللواء جبران خالد مفتش القوات المساعدة المنطقة الشمالية. اللواء العميد مصطفى حديود مفتش القوات المساعدة المنطقة الجنوبية. الفريق أول عبد الفتاح الوراق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية سابقا يوشحه جلالته أعزه الله بالحمالة الكبرى لوسام العرش. الفريق ميمون المنصوري قائد الحرس الملكي سابقا يوشحه جلالته أعزه الله بوسام العرش من درجة ضابط كبير. السيد عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني والمدير العام لمراقبة التراب الوطني. السيد محمد ياسين المنصوري المدير العام للدراسات والمستندات. عمداء فرق السلك الدبلوماسي المعتمدون بالرباط: سعادة السيد محمد يوسف سفير جمهورية الكاميرون عميد السلك الدبلوماسي الإفريقي. سعادة السيد خالد بن سلمان جبر المسلم سفير مملكة البحرين عميد السلك الدبلوماسي العربي. سعادة السيد جوليان فانسون بروني سفير الهيئة السيادية العسكرية لمالط عميد السلك الدبلوماسي الأوروبي بالنيابة. سعادة السيد راؤول إغناسيو كوستابينيو سفير جمهورية الأرجنتين عميد السلك الدبلوماسي الأمريكي. سعادة السيد ميكايل كوتس سفير أستراليا عميد السلك الدبلوماسي الآسيوي بالنيابة. رؤساء الكنائس والبيع: مونسينيور إيميليو روكا غراندي archevêque de Tanger. Pasteur Ngoli Kisuku Kasongo, secrétaire général de l'église évangélique au Maroc. Monseigneur Maxime Massalitine, président de l'église orthodoxe russe. Monsieur Youssef Israël, grand rabbin de Casablanca. Allah يبارك في عمر سيدي. شخصيات مغربية مدنية وعسكرية وعمداء السلك الدبلوماسي ورؤساء البيع والكنائس تقدموا للسلام على صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وتهنئة جلالته بالمناسبة المجيدة. وجلالته محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن ومرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. عيد العرش المجيد تجسيد لوحدة الأمة المغربية واستحضار لأمجادها وتقاليدها المجيدة وأصالتها الرائدة، ومحطة يحرص فيها المغاربة على التأكيد على قدسية الوحدة الترابية للمملكة وحرمة التفريط في ذرة من تراب هذا البلد العظيم. في مثل هذه المناسبات يتعمق التعلق في قلوب المغاربة بوطن متجانس ومتضامن لا مكان فيه للإقصاء والتهميش. يتعمق الحب بملك قريب من هموم أبناء شعبه، بملك رسخ القيم النبيلة الضاربة جذورها في الوجدان. يتعمق التمسك
بمجتمع التعددية وترسيخ المؤسسات، بمجتمع تطوير الاقتصاد وتعزيز الخدمات. عيد العرش المجيد ذكرى من أعز الذكريات الوطنية، بما يرمز إليه التلاحم القائم بين العرش والشعب، فضلاً عن كونه عيد الوحدة المتراصة. عيد العرش المجيد مناسبة يعتز بها المغاربة أيما اعتزاز، بما تحمله من قيم ومقاصد وما تبرزه من روابط متينة. مسج التاريخ خيوطها بعواطف المحبة المتبادلة، ونظم أنسجتها بمشاعر التقدير والامتنان والإجلال والإكبار. وإذا كانت مراسيم احتفالات عيد العرش ومنها حفل التهاني تبدو اعتيادية في شكلها، كونها تتكرر كل سنة وموت عقود، فإنها تحمل رمزية خاصة ودلالات عميقة تختزل ذاكرة أمة تضرب بجذورها في أعماق تاريخ مجيد على مر قرون من الزمن. وتاريخ المغرب طبعه تلاحم قوي ورباط متين بين عرش كرس ويكرس الجهد الجهيد في سبيل إسعاد أبناء الوطن وصون عزتهم وكرامتهم، وبين شعب لا يتوانى في تقديم الغالي والنفيس خدمة لهذا العرش. عيد العرش المجيد يعيد للذاكرة الوطنية وفي كل سنة الملاحم البطولية التي خاضها العرش والشعب جنبا إلى جنب من أجل الانعتاق من ربقة الاستعمار ومعانقة الحرية والكرامة وخوض معركة البناء. هي ذكرى حبلى بالمعاني والدلالات القوية التي تهدف ترسيخ مفاهيم ومقومات التجديد والاستمرارية. هي مناسبة لتجديد الإرادة والعزم لمواصلة الطريق واستئناف المسير بعد سنوات عطاء حافلة بالمنجزات العظيمة والعطاءات الباهرة التي رأت النور في العهد الميمون وتحققت في ظلاله الوارفة. ونحن نخلد الذكرى 25 لتربع جلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. حري بنا أن نستحضر المنجزات الكبيرة والمكتسبات العظيمة التي حققتها بلادنا في عهد جلالة الملك على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فقد أكد العين الكريم العزم على ربط المغرب بمسيرة الحداثة الكونية في إطار علاقة إيجابية منسجمة بين مقومات الهوية المغربية وحركة الزمن العالمي. هي رؤية ملكية سديدة يرعى بها جلالة الملك مختلف الأوراش الإنمائية والبرامج التنموية وفق ما يقتضيه التطور الحاصل في كل الميادين، مع الحفاظ على الهوية الروحية والخصوصيات الثقافية. وتتواصل العناية الملكية بكل الربوع وتستمر الجهود التي تم الانخراط فيها في كل أنحاء البلاد وفق رؤية استراتيجية تتوخى ضمان التنمية المتوازنة لمجموع الجهات لصالح مشاريع اقتصادية واجتماعية يقوم جلالة الملك بإطلاقها أو تدشينها في إطار زيارات منتظمة لجلالته في كل أنحاء الوطن. منذ أول احتفال بعيد العرش عام 1934 يؤكد المغاربة التحامهم المكين بالعرش العلوي، وهو الالتحام الذي يشكل نعمة من نعم الله الكبرى على هذا البلد الأمين الذي ينعم بالاستمرارية والاستقرار والأمن بفضل الرعاية الملكية الموصولة. تعيش مختلف الجهات على إيقاع حركية دؤوبة تتسم بروح الاستمرارية والتشارك، سواء على مستوى التطور أو تجديد آليات النمو في إطار بنية عمل تعتمد البعد التضامني في تنمية المجال والإنسان وفق رؤية
تجعل من تأهيل الرأسمال البشري رهانه وركيزته الأساسية. في ثقة واطمئنان واقتدار وثبات يواصل جلالة الملك مسيرة بناء المغرب الوحدة والديمقراطية والتقدم، مغرب يسير بخطى متأنية ورصينة نحو غد مشرق، متطلع إلى مستقبل واعد في التحام عز نظيره وقل مثيله بين العرش والشعب في كفاحهما المتواصل ونضالهما المستمر من أجل سيادة الأمة وصيانة وحدتها الترابية. بجهوده الخيرة وعمله الدؤوب يدشن جلالة الملك لآفاق جديدة في التنمية والاندماج، معانقا بذلك تطلعات الشعب المغربي في الرقي والتطور. يحرص جلالة الملك أشد ما يكون الحرص على تعزيز روح التواصل وترسيخ سياسة القرب مع المواطنين التي أعطاها جلالته بعدا ميدانيا بالزيارات المتواصلة بمختلف الربوع. جلالة الملك يتلقى التهاني والتبريكات من المدعوين ومن جموع المواطنين في مناسبة وطنية غالية جليلة تصادف هذه السنة مرور 25 سنة على اعتلاء جلالة العرش. هي مدة وجيزة في حياة الأمم والشعوب، لكنها شكلت مرحلة قوية في تاريخ البلاد تحولت معها المملكة المغربية إلى ورش كبير لإنجاز المشاريع التنموية الكبرى والإصلاحات العميقة. وإلى هنا سيداتي سادتي نودعكم وإلى اللقاء.